رسمياً بيريز يعلن موعد التوقيع مع كليان مبابي. التقى أحد المحبين لريال مدريد بالرئيس فلورنتينو بيريز ووجه له السؤال المهم والأهم: سيدي الرئيس، هل ستوقع مع مبابي؟ كان رد الرئيس واضح وصريح، حيث أجاب قائلاً: نعم، ولكن ليس هذا العام. هذا الرد من الرئيس يجعلنا نصل إلى أمرين: الأول، وهو أن قرار مبابي بالتجديد مع باريس حدث رغما عنه، لأنه لو كان هناك أي تحايل من اللاعب على إدارة الريال لكان رد السيد بيريز سلبي تجاه اللاعب وسينسف أي اتصال له مع الريال مستقبلا. أما الأمر الثاني، وهو أن السيد الرئيس لن يدفع أموال طائلة في هذا الصيف من أجل لاعب في خط المقدمة، بل سيؤجل التعاقد للصيف القادم، وهذا يؤكد أن بيريز لن يقدم أي عرض رسمي لكليان خلال الشهرين القادمة، بل سيتحصل عليه بشكل مجاني في الشتاء القادم، ويستطيع تمثيل الريال الصيف القادم أي صيف 2024. ملاحظة: إن لم يجدد كليان مبابي السنة الثالثة مع باريس في هذا الصيف، أو بشكل أدق يفعل التجديد تلقائي، هذا يعني أن ريال مدريد يستطيع التوقيع رسميا مع مبابي في يوم 1 يناير القادم وينتقل للفريق في الصيف. اشترك في القناة لمشاهدة المزيد من الأخبار، وقم بتشغيل الإشعارات، واترك إعجابا وتعليقا لمساعدة القناة. شكرا لك على المشاهدة، ونراكم في المرة القادمة.